تخيل إن في شركات في أمريكا بتلزم موظفيها بالصوم عشان يزودوا إنتاجيتهم؟ بتقولي إيه؟ زي ما بقولك كده هفهمك، بس في الأول أي حد يقولك جملة بعد العيد لازم تبعتله الفيديو ده. الصيام بكل أنواعه من ضمنه صيام رمضان بيساعد على زيادة الإنتاجية، وده لأنه بيدعم الذاكرة والتركيز وبيحسن الحالة المزاجية وبيرفع قدرة الدماغ على التكيف مع التغييرات والضغوطات وبيعزز طاقة الجسم كله والدماغ خصوصا، وده اللي أثبتته الدراسات. الموضوع ده ألهم كتير من قادة الأعمال على مستوى العالم إنهم يحطوا الصيام ضمن البرامج الغذائية للعاملين في شركاتهم. عندنا مثلا المهندس جيفري وو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منتجات غذائية صحية، عمل لنفسه والفريق نظام صيام علشان يحافظ على مستوى استثنائي في الإنتاج والابتكار. ولما أصحاب الشركات لقوا الموضوع ناجح معاه طبقوا نفس النهج في شركاتهم. طب إيه اللي ممكن يخلينا تعبانين في نهار رمضان وما عندناش قدرة على الإنتاج؟ قلة النوم. لازم تنام كويس علشان ينطبق عليك كل اللي قلناه ده، وطبعا يا ريت نلتزم بالأكل الصحي، وأكيد ده هيأثر إيجابيا على نفسيتك وإنتاجك وميزانيتك كمان. قولي في الكومنتس بقى، أنت من الناس اللي بتنتج ولا بتاعت بعد رمضان إن شاء الله؟